السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الحادي عشر، أهلا بكم في الدرس الأول للوحدة الخامسة الفصل الدراسي الثاني. موضوع الأنظمة الخطية متعددة المتغيرات. وهنتحدث اليوم عن حل الأنظمة الخطية متعددة المتغيرات باستخدام طريقة حذف جاوس. في البداية لو كان عندنا ثلاث معادلات مثل هذه المعادلات أو هذا النظام المتكون من ثلاث معادلات وثلاث متغيرات: 5x ناقص 5y ناقص 5z يساوي 35. المعادلة الثانية ناقص x زائد 2y ناقص 3z راح يساوي سالب 12. المعادلة الثالثة 3x ناقص 2y زائد 7z يساوي 3. طيب، الخطوة الأولى راح نقسم على 5. المعادلة الأولى نلاحظ أنه الخمسة عامل مشترك بين الأربع حدود، فممكن نتخلص من الخمسة. نقسم جميع الحدود على 5 وراح تصير x. 5x تقسيم 5، 5 راح تروح يتبقى فقط الإكس. 5y تقسيم 5 راح تروح يتبقى فقط الواي. 5z تقسيم 5، 5 راح تروح يتبقى فقط الزد. 35 تقسيم 5 راح يساوي 7. طيب، ننزل باقي المعادلات بدون تغيير. ناقص x زائد 2y ناقص 3z يساوي ناقص 12. المعادلة الثالثة 3x ناقص 2y زائد 7z راح يساوي 30. طيب، في البداية راح نختار متغير ونحذفه في المعادلات الثلاث. في البداية أنا هختار أحذف الإكس، لأنه الإكس جاهزة أحذفها بين المعادلة الأولى والثانية. فبين المعادلة الأولى والثانية راح نحذف الإكس. إذا المعادلة الأولى اللي هي إكس ناقص واي ناقص زد يساوي 7. هاي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية هاي هي ناقص إكس زائد 2y ناقص 3z يساوي ناقص 12. إذا بين المعادلة الأولى والثانية ممكن نحذف الإكس. ليش؟ لأنه الإكس جاية موجب إكس ناقص إكس راح تروح مع بعض. طيب، نكمل. ناقص 1 زائد 2y راح يساوي واي. ناقص z ناقص 3z راح يساوي ناقص 4z. و7 ناقص 12 راح يساوي سالب 5. إذا من حذف المعادلتين الأولى والثانية استحصلنا على هذه المعادلة. نكتبها، أو خلينا نفرزها الآن. استحصلنا على هذه المعادلة. الآن من المعادلة الأولى والثالثة اخترنا الأولى والثانية، الآن نختار الأولى والثالثة. الأولى x ناقص y ناقص z يساوي 7، والثانية 3x ناقص 2y زائد 7z يساوي 30. طبعا أنا حذفت الأكس في المعادلة الأولى والثانية. في المعادلة الأولى والثالثة لازم أحذف نفس المتغير حتى يتبقى لي نفس الشيء فقط y و z. فحذفنا في المعادلة الأولى x، في المعادلة الثانية أيضا نحذف x. طيب، حتى نحذف الx لازم تكون نفس المعامل لكن مختلف الإشارة. فبما أنه أنا عندي 3 بما أنه أنا عندي 3 إذن لازم يكون في المعادلة الأولى سالب 3 حتى ينحذف. فنضرب المعادلات كلها في سالب 3.
سالب 3 في x سالب 3x. سالب 3 في y راح يصير موجب 3y. سالب 3 في سالب z راح يصير موجب 3z. وسالب 3 في 7 راح يصير سالب 21. سالب 21. طيب هاي الحالة الأكس صارت جاهزة للحل. الآن زائد 3y ناقص 2y راح يساوي y. 3z زائد 7z راح يساوي 10z. ناقص 21 زائد 30 راح يساوي 9. إذا استحصلنا من المعادلة الأولى والثالثة على هذه المعادلة. إذا من المعادلة الأولى والثانية استحصلنا على هذه المعادلة. من المعادلة الأولى والثالثة استحصلنا هذه المعادلة. الآن هذول المعادلتين راح ناخذهم مع بعض ونحذف الواي أو الزد ونوجد قيمتها. أصبحت ممكن نحلها لأنه فيها فقط واي وزد ما فيها إكس. خلينا نمسحهم. هاي المعادلة وهاي المعادلة نمسح هاي. إذا المعادلة الأولى اللي استحصلناها كانت 4 ناقص عفوا واي ناقص 4 زد يساوي سالب 5. هاي المعادلة الأولى اللي استحصلناها من المعادلة الأولى والثانية. من المعادلة الأولى والثالثة استحصلنا على معادلة y زائد 10 زد يساوي 9. طيب الآن نلاحظ أنه ممكن نحذف الواي بسهولة، فقط أنه نخليها مختلفة في الإشارة. راح نضرب المعادلة الأولى في سالب حتى تصير سالب واي وأحذفها مع الواي. سالب في واي سالب. سالب في سالب 4 زد زائد 4 زد. سالب في سالب 5 موجب 5. الآن الواي بكل سهولة راح تنحذف لأنها سالب واي موجب واي. 4 زد زائد 10 زد 14 زد. وزائد 5 زائد 9 14. الآن حتى نوجد قيمة الزد نقسم على 14. نقسم على 14. ال 14 مع ال 14 تروح. إذا الزد قيمته 1. إذا أوجدنا أول متغير من الأكس والواي والزد اللي هو زد. إذا نحن نكتب الزد يساوي 1. الآن حتى نوجد الواي نختار أي واحد من هذول المعادلتين. راح نرجع للمعادلات الأولى لأنه هاي فيها بس واي وزد. نعرف واحد منهم وتبقي الثاني. وممكن نختار المعادلة هاي. ممكن نختار المعادلة هاي. طيب أنا هختار هاي المعادلة حتى أوجد قيمة الواي اللي هي كانت واي زائد 10 زد يساوي 9. راح أحط بدل الزد قيمتها اللي هي 1. راح نشيل الزد ونحط قيمتها اللي هي 1. تصير 10 في 1 يساوي 9. طيب واي زائد 10 يساوي 9. طبعا حتى نخلص من 10 ناقص 10 ناقص 10 هاي مع هاي تروح. إذا الواي راح يساوي 9 ناقص 10 سالب 1. إذا أوجدنا قيمة الواي. الواي تساوي ناقص 1. الآن بعد ما أوجدنا الزد وأوجدنا الواي ممكن نرجع لهاي المعادلات أو هاي المعادلات ونوجد الإكس. لأن أوجدنا الواي وأوجدنا الزد بقى فقط الإكس. فممكن أختار أي معادلة. ممكن أختار معادلة 1 حتى نوجد قيمة الإكس بعد ما نعرف الواي ونعرف الزد. يعني نمسح هاي. الآن
خلاص نعرف قيمة الزد وقيمة الواي، فراح يصير إكس ناقص، بدل واي حنحط -1 وبدل الزد حنحط 1 يساوي 7. راح يصير إكس زائد 1 ناقص 1 يساوي 7. طبعا آه ناقص عفوا ناقص زائد 1 ناقص 1 زائد 1 ناقص 1 راح يروح مع بعض، إذا الإكس راح تساوي 7. إذا أوجدنا قيمة الإكس تساوي 7. إذا إحنا بهاي الحالة أوجدنا الزد والواي والإكس، حلينا هذا النظام باستخدام جاوس.